الجزائر. كيف يمكن المساعدة على ماذا؟ كيف يمكن المساعدة على الحفاظ على البيئة. هذه الإجراءات كاملة اللي ممكن نساعدوا بها احنا كأطفال للحفاظ على البيئة. عبد الله قراري، إطار بمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. المقام الثقافي هو موعد سنوي تنظمه المؤسسة خلال العطل الصيفية لفائدة أبناء الجالية المغربية المتراوحة أعمارهم ما بين 9 و 13 سنة. هذه السنة هذه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج كتنظم الدورة ال25 للمقام الثقافي. هذه الدورة اللي كتمتد على 3 مراحل من 6 يوليوز إلى 20 غشت. إذا المرحلة الأولى اللي هي دابا حاليا كنعيشوها من 6 يوليوز إلى 19 منه، اللي فيها حاليا 245 طفل. المرحلة الثانية إن شاء الله اللي غادي ستبتدئ يوم 22 يوليوز إلى 4 غشت، إن شاء الله فيها 240 طفل. والمرحلة الأخيرة والثالثة اللي هي من 7 إلى 20 غشت، المؤسسة إن شاء الله ستستضيف 255 طفل. هاد الأطفال هادو هما قادمين من تقريبا هذه السنة عندنا 17 البلد. إذا عندنا البلدان الأوروبية، عندنا البلدان العربية اللي فيها الجزائر وتونس، وعندنا البلدان الإفريقية، وعندنا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفلسطين. الأهداف ديال هذا المقام الثقافي وهو ترسيخ الهوية الثقافية لدى أبناء الجالية المغربية، وكذلك التعريف بالثقافة المغربية والحضارة المغربية، وكذلك استمتاع الطفل بعطلة مريحة. الشروط ديال المشاركة في المقام الثقافي وهي السن ما بين 9 إلى 13 سنة، وكذلك المشاركة لأول مرة باش نفتحوا فرصة للأطفال الجدد، وكذلك في نفس العائلة أنها عندها الحق تسجل طفلين فقط، ماشي 3 أطفال، ماشي 4 أطفال، طفلتين. المشاركة مجانية في المقام الثقافي. المؤسسة كتحمل جميع النفقات ديال المقام الثقافي. وبطبيعة الحال هذا المقام هذا فيه برامج متنوعة، هناك ورشات كما اطلعتوا عليها، هناك أنشطة رياضية، وهناك خرجات خارج المركز في الرباط ومدينة القنيطرة وكذلك البحر. هذا البرنامج هذا كيكون مسبقا كتضعه المؤسسة مسبقا، وكيطلعوا عليه حتى الاباء الاطفال اذا كنصيفطوا لاباء الاطفال، وكنديروا في الموقع ديال المؤسسه. هذه السنه كاين ورشات اللي هي جديده كالالات الموسيقيه، ورشه الالات لي انسترومون دو ميوزيك، وكذلك ورشه السوكوريزم، اذا هذه ورشه جديده، وورشه لونفيرونمون. هذو ورشات جديده لانها دخلتهم المؤسسه هذه السنه. سميتي انتقاس في إسلام، أنا من الجزائر من ولاية وهران. نشكر محمد السادس على من عطانا هذه الفرصة باش نجوا لبلادنا المغرب باش نزوروها ونشوفوا المعالم تاعها، ونشكرها باش عطانا هذه الفرصة باش نرقصوا هذه الرقصة الوجدية، وحنا هنا فرحانين بزاف ومتهلين فينا. وشكرا لجميع من ادى هذه الرقصه هنا في بلاد المغرب، ونشكر المعلمه تاعي اللي علمتني باش نرقص هذه الرقصه الجميله والمبهره. سميتي اكرم غاسولي. شكرا لمحمد الملك محمد السادس اللي عطانا هذه الفرصه الزوينه اللي نرقصوا فيها الرقصه اللي سميتها الرقاده في بلادنا المغرب. وشكرا لكل من أدى معنا هذه الرقصة والمعلمة اللي علمتنا هذه الرقصة، وهذه المرة الثانية اللي نجي المغرب. عطيو الثقة تحر عليهم هادو الولاد ديال